اللي قدامنا ده طفل اسمه أليكس بطل فيلمنا النهارده، واللي بيكون مهاجر مع عيلته من أوكرانيا لكندا لأنهم ما يقدروش يتحملوا تكاليف المعيشة في بلدهم وما كانوش حتى قادرين يدفعوا الإيجار، لغاية ما مامة أليكس لقت فرصة شغل في بنك وبدأت أمورهم المادية تتحسن شوية. وكانت مامته متحملة المسؤولية لوحدها لأن باباه ما كانش بيشتغل وكان معظم الوقت سكران وبيصرف فلوسه على الخمر، ولأن عائلة أليكس دايما سايبينه لوحده فكان بيقضي معظم وقته على الكمبيوتر. ودايما طموح أليكس إنه يكون زي ستيف جوبز وبيل جيتس، وحط هدف قدامه إنه يدخل الجامعة، لكن المشكلة إن ما كانش عنده فلوس كفاية فقرر إنه يشتغل ويعمل فلوس بنفسه، واشتغل في مواقع بتكسب فلوس عن طريق إنه يدخل على الموقع ويضغط 1000 ضغطة مقابل $20. وبرغم إن الشغل كان مرهق قوي بس كان فرصته الوحيدة عشان يعمل فلوس، وكان بيخبي الفلوس جوه الكمبيوتر علشان باباه ما يشوفهمش ويسرقها، لكن المقابل المادي كان قليل بالنسبة للمجهود المبذول من أليكس، فقرر يتعمق أكتر في عالم الفلوس والبنوك والأزمات المالية. وفي يوم راح يقعد في كافيه علشان يبعد عن مشاكل البيت، وسمع في الأخبار إن حصل هجوم إلكتروني على مجموعة من البنوك الحكومية عن طريق منظمة إجرامية اسمها الدارك ويب، وبيقودها شخص اسمه زد. وزد كان متورط في جرائم كتيرة حول العالم والشرطة مش قادرة توصل له. وفي يوم بيرجع أليكس بيته بعد المدرسة، شاف مامته بتعيط لأنها اترفدت من شغلها في البنك، وبسبب إن البنك بيملك البيت اللي هما ساكنين فيه فبعت لها جواب تهديد إنهم هياخدوا البيت منها لأنها هتبقى عاطلة ومش هتقدر تدفع لهم قسط البيت كل شهر. ساعتها بيروح أليكس يجيب كل الفلوس بتاعته وبيديها لمامته وبيقول لها ما تقلقش. بتستغرب مامته هو حوش الفلوس دي امتى، وبتسأله لو هو سرقهم، فبيضحك على كلامها وبيقول لها إنه كان شغال من الإنترنت والفلوس دي كان بيحوشها علشان مصاريف الجامعة. بعدها بيروح أوضته بيكون متضايق من تصرف البنك مع مامته، وراح على الكمبيوتر وفضل يعمل بحث عن أسرع طريقة يجيب منها فلوس، وافتكر إنه سمع في الأخبار عن موقع الدارك ويب وعمل بحث عنه ودخل على الموقع وعمل أكاونت وبدأ يتكلم مع الأدمن. والأدمن شرح لأليكس إنه لازم يبقى له إمكانية الدخول الأول وبعدها يترقى لمستوى الجندي، وده عن طريق إنه يعرف حد من جوه الدارك ويب ممكن يدخله الموقع، أو إنه يعمل حاجة غير قانونية زي سرقة بطاقة بنك. وبتيجي في دماغ أليكس على طول صاحبه المتنمر في المدرسة، وبيعمل موقع مزيف للمكملات الغذائية وبيبعت الموقع لصاحبه المتنمر، وساعتها بيدخل صاحبه معلومات بطاقة البنك بتاعته على الموقع وبيقدر أليكس إنه يسرقها. بعدها بيروح أليكس عشان يبلغ الدارك ويب إنه قدر يسرق كارت بنك، بس بيلاقي واحد اسمه روزفلد من على الدارك ويب دخل يتكلم معاه وطلب منه أليكس يساعده إنه يعمل فلوس، فبعت له روزفلد القوانين اللي هيمشي عليها لو حابب يبقى عضو في الدارك ويب، وفهمه إنه لو اتقبض عليه محدش هيتدخل وهو يتحمل المسؤولية لوحده. بيوافق أليكس على الشروط وبيترقى المستوى الجندي، وبدأ أليكس يشتغل مع روزفلد عن طريق إنه يبعت حاجات وهو يبيعها زي أجهزة لابتوب أو أكسسوارات أو ساعات. وبدأ أليكس يسرق بطاقات بنك وبيبيعها على الدارك ويب، وقدر يجمع $30,000 في 4 أسابيع بس. وبعدها قرر يروح مدينة تورنتو علشان يدخل الجامعة، وقال لأهله إنه هيبعت لهم فلوس كل شهر. قعد في شقة كبيرة وسط المدينة، لكنه اكتشف إنه جاي الجامعة متأخر وإنه هيبدأ في شهر يناير، فقرر إنه يشتغل في الفترة دي لحد ما يجي ميعاد دخوله الجامعة. واستمر في شغله إنه يبيع منتجات لروزفلد، وبدأ يشتري بطاقات بنكية ويبيعها للمشترين. وقرر إنه يعمل هوية مزيفة على الدارك ويب ويشتري بيها ساعات مزيفة عن طريق بطاقات البنك المسروقة، وحاول يبيع الساعات لأكتر من محل، لكن محدش بيوافق يشتريها منه لأنهم بيكونوا متأكدين إنها ساعات مسروقة. وفي الوقت ده بيكون في واحد مراقبه وماشي وراه اسمه ساي، وبيلاحظ إن أليكس مقدرش يبيع الساعات، فبيروح ساي يتكلم معاه وبيعرفه إنه ممكن يبيع له ساعاته المسروقة وفي المقابل هياخد 30% من الفلوس. بيوافق أليكس على عرضه وبياخد منه الساعات، وبيدخل محل وبيبيع الساعات $35,000 وبيديله نصيبه من الفلوس وبياخد الباقي. فبيقرروا إنهم يشتغلوا مع بعض، وده عن طريق إن أليكس يشتري المنتجات من على الدارك ويب وساي يبيعها، لأنه بيكون عنده خبرة في مجال التسويق وبيقدر يقنع الزباين بطريقة ذكية. وفي شهرين قدر أليكس يجمع $60,000 وبعت جزء من الفلوس لأهله واحتفظ بالباقي لنفسه. وبيقرر أليكس إنه مش هيدخل الجامعة، وبيحط لنفسه هدف تاني وبيتواصل مع زد لأنه بيسمع في الأخبار إنه لسه بيسرق البنوك، وبيطلب من ساي يساعده إنه يوصل لعملاء كبار في البنوك ويسرق بطاقاتهم البنكية. وبيكون أليكس شايف إنهم فاسدين ويستحقوا العقاب. ساي بيقدر يتواصل مع أكبر عدد من
من صحابه وبيطلب منهم يصوروا البطاقات البنكية لأي عملاء كبار بيقابلوهم في شغلهم، وبالفعل بيصور أصحاب ساي عدد كبير من البطاقات البنكية. وفي يوم اتصلت بيه روبن صاحبة ساي وطلبت منه يقابلها في كازينو، وبتديله بطاقة بنك بتاعت عميل متحرش من كولومبيا لأنها بتكون عاوزة تنتقم منه. وبياخد أليكس البطاقة وبيعرف إنها شغالة، وده معناه إن فيها كمية فلوس ضخمة، لكن أليكس بيكون قلقان إنه ياخد فلوس من البطاقة لأنه ممكن يحصل له مشاكل. لكن ساي بيقدر يقنعه إنهم يعملوا لنفسهم هوية مزيفة ويتنكروا ويروح البنك ويسحبوا منها مبلغ بسيط زي 30,000 دولار مثلا، وبعدها مش هيستعملوها تاني. وبيروحوا البنك وعلشان يطمنوا إن صاحب البطاقة ما بلغش عن سرقتها بيستخدمها أليكس وبيشتري أغنية تمنها 99 سنت، وفعلا بينجح في إنه يشتريها، ومعنى كده إن صاحبها ما بلغش عن البطاقة. بعدها بيدخل البنك وبينجح إنه يسحب الفلوس من غير ما يتكشف، وبعدها بيروحوا يحتفلوا في كازينو. وتاني يوم بيقرأ أليكس مقالة عن البنك اللي مامته كانت شغالة فيه، وبيعرف إن نظامه الأمني بقى ضعيف، فقرر أليكس إنه ينتقم من البنك ويقفله. وبيكون المرة دي هدفه مش الفلوس لكن الانتقام لمامته، وبيطلب من ساي إنه يساعده في الخطة. وبيتنكر أليكس في هيئة رجل بريطاني وبيروح يقابل موظفة البنك وبيطلب منها إنه يفتح حساب عندهم علشان عاوز ياخد قرض. وساعتها بيحط فلاشة في كمبيوتر الموظفة من غير ما تاخد بالها، بيبدأ الكمبيوتر يهنج وهي شغالة عليه، وبعدها بيستأذن أليكس وبيمشي، لكن الأمن بيوقفوه وبياخدوه معاهم لأنهم شافوه في كاميرات المراقبة وهو بيحط الفلاشة في الكمبيوتر. وبيشوفوا ساي من العربية وبيروح معاه يقابله كيرتس رئيس الأمن في البنك، وبيطلب من ساي إنه يخرج بره ويسيبهم لوحدهم. وبعدها بيسألوا كيرتس هو إزاي قدر يعمل الأكواد اللي على الفلاشة، وبيهددوا إنه لو رفض يعترف هيبلغ عنه الشرطة. وبتيجي فكرة لأليكس إنه يقوله إنه عمل كده علشان يثبت للبنك إن نظام الأمن بتاعهم ضعيف ومحتاج يتطور، وبيعرض عليه إنه هو يحدث لهم نظام البنك من غير ما ياخد منه فلوس، وفي المقابل ما يبلغش عنه الشرطة. بيقتنع رئيس الأمن باقتراحه وبيسمح له يمشي. وفي نفس اليوم بيلاقي أليكس إشعارات كتيرة من الدارك ويب بتتكلم عن اللي هو عمله في البنك، وحتى زد رئيس الدارك ويب كان معجب باللي هو عمله. وبيقرر ساي إنه يرتب ميعاد غرامي لأليكس مع واحدة اسمها كيرا لقاها على الدارك ويب، وبيروح أليكس يقابلها وبيلاقيها شخصية لطيفة، وبيتكلموا مع بعض عن زد وإنه نفسه يقابله، وبتفهمه إنه علشان يقابله لازم يعمل حاجة كبيرة تلفت انتباهه. وبيتصل ساي على أليكس وبيقترح عليه إنهم يدخلوا كيرا معاهم في الشغل لأن أكيد خبرتها أكبر منهم، وبيقترح أليكس عليها إنها تشتغل معاهم فبتوافق من غير ما تفكر. وبيشتغلوا مع بعض في فريق واحد وبيشتروا طابعة بطاقات بنكية علشان تسهل عليهم العمليات، وبتقول لهم كيرا على المتصفحات الآمنة علشان ما حدش من الشرطة يقدر يوصل لهم. وبيكسبوا في وجود كيرا مبالغ أضعاف اللي كانوا بيكسبوها لوحدهم. لكن ساي بيبدأ يشك في تصرفات كيرا لأن عندها مشترين كتير وتقدر تبيع من غير مساعدة أليكس أو ساي، وبيبقى شاكك في عمها الشخص المجهول اللي دايما بيساعدها في كل عمليات البيع من غير ما المشترين يساوموها. وبتعرض كيرا على أليكس إنهم يسافروا هونج كونج لأن فرص شغلهم هناك أحسن، لكن بيفهمها إنه ما يقدرش يسيب صديقه ساي ويسافر لأنه أقرب حد ليه. تاني يوم بيروح أليكس يقابل روزفلد وبيشكره إنه ساعده يترقى في الدارك ويب وبيديله مكافأة 5000 دولار. وبعدها بيسألوا أليكس عن كيرا وبيعرفوا إنها واخدة رتبة الملازم في الدارك ويب، لكن روزفلد بيقول له إنه ما سمعش عنها قبل كده. وبيسألوا أليكس عن طريقة يوصل بيها لزد، لكن روزفلد بيحذره ما يتكلمش في الموضوع ده تاني وبيسيبه يمشي. وبيروحوا في نفس اليوم علشان يتمموا عملية شراء ضخمة، وبيبقى ساي معترض على الكمية اللي هتتباع، وبتكون كيرا صاحبة الفكرة وبيتخانق معاها طول الطريق لأنه مش موافق على العملية. وبيروح بعدها يتكلم مع المشتريين وبيتخانق مع كيرا قدامهم لحد ما المشتريين طلعوا مسدساتهم وضربوا طلقات في الهواء وحذروهم انهم لو شافوهم تاني هيقتلوهم. الصفقة بتبوظ وبيروحوا البيت وبيعرفوا ان المشتريين بيكونوا من المافيا وبيقولوا انهم لازم يتنقلوا من المدينة لان المافيا ممكن تأذيهم. وبتقترح عليهم كيرا انهم يسافروا هونج كونج، وفعلا بيروحوا هناك وبيشتروا شقة وبيقعدوا فيها هما التلاتة وبيكملوا شغلهم في النصب. وفي مرة كانوا في محل ساعات ونسيوا انهم يكشفوا عن بطاقة بنك انها متبلغ عن سرقتها ولا لا، واكتشف صاحب المحل ان البطاقة مسروقة وحاول يمسكهم ويطلب لهم الشرطة لكنهم هربوا قبل ما الشرطة تيجي. وبعدها بيروح يسهروا في كازينو، بيكون ساي سكران جدا فبيتخانق مع واحد وبيضربه، وبيتدخل أليكس عشان يدافع عنه فبيتضرب معاه هو كمان. وبتيجي الشرطة تقبض عليهم هما الاتنين وبيدخلوا الزنزانة، وبتقدر كيرا تخرجهم عن طريق ان عمها بيتوسط لهم، وبيكون عمها شخصية مجهولة بالنسبة لهم.
بيجي تاني يوم وبيبيع ساي بمبلغ كبير جدا باستخدام البطاقة اللي كان واخدها من صاحبته روبن، ولما أليكس عرف اتعصب عليه وقال له ان هو حذره من استخدامها لان صاحبها ممكن يبلغ عن البطاقة ويدخلوا كلهم السجن، وبيطلب من ساي انه يرجع لندن وياخد نصيبه من الفلوس لان وجوده معاهم بقى بيسبب لهم مشاكل. وبيلم ساي حاجته وبيسيب شوية بطاقات بنكية علشان أليكس يستخدمها وبيمشي. وبيندم بعدها أليكس انه طرده، وبيقرر مع كيرا انهم يشغلوا ناس لحسابهم يسرقوا كل ماكينات الاي تي ام في جميع انحاء الصين باستخدام بطاقات البنك المسروقة، وبعد ما يستعملوا الماكينة يسيبوا عليها كارت مكتوب عليه دارك ويب علشان وسائل الاعلام تعرف ان الدارك ويب هم اصحاب الفكرة. وبيجي تاني يوم في نشرة الاخبار ان في 2.5 مليون دولار اتسرقوا من ماكينات صرافة مختلفة في هونج كونج، وانهم لقوا كارت دارك ويب على الماكينات، وده بيكون اعتراف منهم ان هم اللي مسؤولين عن السرقة وان زد هو المحرك الرئيسي لعمليات السرقة دي. وبيقرر أليكس وكيرا انهم يمشوا من المدينة بكرة لان الشرطة ممكن توصل لهم بسهولة، وبتقترح كيرا على أليكس انهم يكتفوا بالفلوس اللي عملوها ويبطلوا الشغل ويبدأوا حياة جديدة لوحدهم. لكن أليكس كان معترض على كلامها وشايف ان لسه قدامه مشوار طويل وانه ناجح في شغله مش هيقدر يوقف دلوقتي لانه ناوي يعاقب كل البنوك لانها السبب الرئيسي في مشاكل حياته وفقر عيلته. وبعدها بيتواصل زد مع أليكس وبيهنيه على نجاح العملية وبيرقيه، وبيطلب منه أليكس انه يقابله، فبيوافق زد وبيقول له ان في شخص هيتصل بيه يعرفه مكان وزمان المقابلة. وفي لحظتها اتصل حد بأليكس وحدد معاه الميعاد، وبيروح أليكس وكيرا يقابلوا زد في مصنع مهجور وبيكون في حراسة مشددة عليهم وتفتيش. وبيتفاجئ أليكس لما بيشوف زد لأنه بيلاقيه شخص مقعد وعنده حروق من الدرجة الثالثة وبيستعمل جهاز أكسجين للتنفس. وبيسألهم زد عن سبب انتقالهم لهونج كونج، فبيعرفوا أليكس إنهم كان هيتقبض عليهم في تورنتو وإنهم سمعوا إن زد ممكن يبقى موجود في الصين وهم كانوا عاوزين يقابلوه علشان محتاجين مساعدته في انهم يجيبوا موارد علشان يعملوا فلوس اكتر. وعرفوا زد ان لو شغله عجبه فهو هيحقق له كل حاجه بيتمناها، لكن لو شغله ما عجبوش او عمل غلطه حتى لو مش مقصوده هيقتله. وقال له ان اي حد بيشتغل معاه بيكون ملكه ولازم يطيع اوامره لانه بيبقى عارف كل حاجه عن حياته وعيلته واصدقائه وبيكون مراقبهم عن طريق رجالته اللي منتشرين في العالم كله وممكن يوصلوا لاي حد بسهوله. وبعد ما بيخلصوا مع زد بيروح يركبوا العربيه وبيوصل لأليكس مكالمات فائتة كتير من ساي، وبيسمع رسالة صوتية منه بيقوله ان هو ندمان عن الخطأ بتاعه وانه مش هيتصرف تاني غير بأوامر أليكس. وبيعرفوا ان هو موجود في شقتهم في هونج كونج ومستنيهم. في الوقت ده بيخبط الباب وبيروح ساي يفتح، فبيلاقي 2 مسلحين داخلين عليه وقفلوا الباب. ولما بيوصل كيرا وأليكس للبيت بيلاقوا ساي مدبوح في الحمام، وبيحاول أليكس يتصل بالشرطة لكن كيرا بتمنعه لانهم ممكن يتكشفوا. وبنعرف ان الراجل الكولومبي صاحب بطاقة البنك المسروقة كان بيراقبهم وهو اللي قتل ساي. وبيقرروا انهم يكملوا خطتهم مع زد لانه ممكن يقتلهم لو قرروا انهم يهربوا منه. وبتكون العملية ان زد متفق مع شخص يتنكر في هيئة الرئيس الفيدرالي، وبيكون في واحد هيضرب نار على الرئيس الفيدرالي المزيف في وسط وجود الاعلام والصحافة. وبمجرد ما هيتصب الرصاص هينزل أليكس وكيرا وبقية الفريق بتاع زد في نفس الوقت أخبار بتقول إن الرئيس الفيدرالي مات. وفي الوقت ده بتبدأ أسهم الشركات والبنوك تنهار في البورصة في العالم كله، وبيقدر زد في اللحظة دي إنه يسرق الملايين من أصحاب الشركات والبنوك لما بيحصل مشكلة في الأسواق المالية. وبعد لما زد بيخلص العملية بتاعته الشرطة بتعرف إن الرئيس الفيدرالي الحقيقي لسه عايش وإن اللي اتقتل قدامهم شخص تاني شبيه ليه. وبيهرب بعدها أليكس وكيرا وبيركبوا العربية، لكن بيهجم عليهم 2 مقنعين وبيضربوا أليكس على راسه وبيفقد الوعي. بعدها بيودوا أليكس مكان مهجور وبيكونوا مغطين وشه وبيحقنوه بحقنة مخدرة، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في مكان مهجور لوحده ومش بيكون قادر يوصل لكيرا أو زد. وبيقرر يسافر تايلاند لأنه كان متفق مع كيرا إنهم هيتقابلوا هناك بعد ما يخلصوا العملية. وبيحاول يدور عليها في كل مكان بس مش بيلاقيها. وبعدها بيروح مكان يقدر يستخدم فيه الانترنت وبيدفع بالبطاقة البنكية اللي معاه، وبيظهر على الكمبيوتر ان البطاقة مزيفة ومسروقة. وبتتصل صاحبة المكان على الشرطة وبتبلغهم. وفي الوقت ده بيشوف أليكس في الأخبار انهم قبضوا على زد وان كيرا اتقتلت من الشرطة. بتوصل الشرطة وبتطلب منه جواز السفر، لكن بيكون مستخدم هوية مزيفة ومش عارف يثبت لهم هويته الحقيقية. ووقتها الشرطة بتطلب منه انه يجي معاهم في هدوء. أليكس بعدها بيدخل السجن ومحدش
بيقدر يوصله بسبب هويته المزيفة، وبيكون مفتقد عيلته جدا. وبتعدي سنتين وبيخرج من السجن، وأول ما بيطلع بيلاقي كيرا مستنياه في العربية وبيبصلها وبيستغرب هي ازاي لسه عايشة. بتحكي له كيرا انها شغالة لصالح المباحث الفيدرالية وانها كانت مسجونة، وعملوا معاها اتفاق انهم يخرجوها براءة من السجن في مقابل انها تساعد المخابرات الامريكية في القبض على زد. وبتقول له ان الراجل اللي كان بيساعدها هو كيرتس رئيس امن البنك اللي أليكس حاول يعطل نظام امن البنك بتاعه، وانه في الحقيقة بيشتغل مع المخابرات، وهو نفس الشخص المتظاهر انه عمها طول فترة شغلها مع أليكس، لانه انبهر جدا بالاكواد اللي أليكس عملها على الفلاشة، وعرف وقتها ان أليكس اكيد بيشتغل لحساب منظمة الدارك ويب، وهو الشخص اللي هيقدر يلفت انتباه زد ويوقعه. وبتقول له انهم كانوا مخططين لكل حاجة حصلت، وان كيرتس طلب منها انها تتقرب لأليكس عاطفيا، وانها لازم تزرع فكرة سفرهم لهونج كونج علشان يقدروا يقبضوا على زد. وعرفته ان هي ما قدرتش تزوره في السجن علشان خافت ان الشرطة الفيدرالية تعرف انها بتحاول تقرب منه وتأذيها، لانها المفروض كانت تختفي من حياته بعد ما المهمة تخلص. وقررت انها تستنى خروجه من السجن علشان تحكي له الحقيقة، وبعدها سلمت لأليكس الجواز سفره الحقيقي علشان يقدر يرجع تاني لأهله، واعتذرت له على كل حاجة حصلت، وركبوا العربية ومشوا مع بعض سوا. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم في فيلم جديد.